السلام عليكم. عاملين ايه؟ واخبار يومكم؟ يا رب يومكم يكون بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. النهارده بقى جاي لي عزيزة علينا وبنستناها بقالنا فترة جامدة. جايين النهارده يزورنا ان شاء الله وعايزين ياكلوا عيش غلة. قلت لهم عيش غلة واعز من العيش الغلة بنتي وابنها اللي ربنا يشفيه لها ويعافيه يا رب، واللي زيه يشفيه ويعافيه ويتم يشفيه على خير يا رب، ويطمن قلبي عليه يا رب. هي وابنها جاي لنا النهارده زيارة. بقيت أنا نفسي اكل عيش غله يا ماما، عايزه اكل عيش غله كده وفطار ايه فلاح من بتاع زمان دي. قلت له احلى عيش غله. طبعا ده كان انتوا عارفين ان احنا كنا عاجنين مع عاملين طحين مع بعض طحنين. قمت الصبح بدري الساعه 5 كده الفجر. اللهم صل على حضرة النبي. عملت شوية دقيق شوية دقيق نخلتهم، بس طبعا ما طلعوش معاكم على الكاميرا، ابوهم يا دوبك حلو لنا انهم رضوا يصوروني وانا بعجن لانهم كانوا اهو. ودورت العجين فيهم عجنتهم اهو. بس شوية عيش ايه تقوليش عسل كده، سكر طعمهم حلو مسكرين طعمهم حلو جوه في الاكل، وعيش صابح كده. والعيش فيه ما اقولش لكم بقى لما يكون صابح كده وخبزاه على الصبح كده بيبقى له طعم تاني، بيبقى له طعم تاني وشكل تاني. انا بعرف اعجنه وبعرف اريح نص الرحة بريح نص رحة كده. لا اما يعني مش بقدر ان انا اريحه بريحه نص راحة، يعني ممكن بحشره من على الصينية واحطه على النشابة اريحه نص راحة، بس ما بعرفش اكمله. وبسويه وببطه وبغرفه بعمله كده بطبه زي ما انا بطبه كده اهو. امي كانت جايه برضو عند اخواتها، يعني كانت جايه زياره يعني هنا برضو ناحيتنا. بسم الله ما شاء الله. قمت ايه قلت لها تعالي يا ماما ايه روحي يا ماما يوم روحي يوم عليا، قالت لي مفيش مشكله. وجيت ريحتهم معايا اهو. خلصتهم وقلت بقى ايه سبته بقى يرفع شويه ويعتبر بدأنا فيهم خفيف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حوالي الساعة 7:30 كده كنا بنجرس فيهم الساعة 7:30 اه. كانوا حبة عيش ايه وجرفتهم كانت حلوة، طعمهم حلو، والعيال ورا مني ياكلوا. ورجعنا أيام زمان كده بالأجواء بتاعت أيام زمان ولمة العيلة. يعني ربنا ما يحرمش كل واحدة كده من دخلة عيالها عليها يا رب. ربنا ما يحرمش يا رب من دخلتهم علينا يا رب كده، بحق جاه النبي أنا وعيال أمة محمد جميعا يا رب. ما يحرمناش من دخلتهم علينا يا رب، عيالنا وعيال المسلمين جميعا. الواحدة كده بتفرح لما تكون بنتها ربنا مسهل لها وتيجي لها زيارة كده، بتبقى عايزة تجيب لها نجم من السما وتنزله لها على الأرض والله. عملت العيش وعملت فطار بقى ايه فطار اللي هو الشعب بتاعنا ده، فول وطعمية، وكان عندنا رنجة في الفريزر طلعناها، وجبنا حاجة وبصل قطعنا بصل، وعملنا بطاطس برنجان. فطار كان ولا يعلو عليه، كان جميل وطعمه جميل، ولمة العيال حواليا كده تسوى الدنيا وما عليها اهو. انا بنجرس لسه، بس يعني بسبق الفيديو مش عارفة اني بسبق احداثه ليه اهو. الخبيز كانت الشمس دوبك صدلها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوفوا مورق كده وطعمه حلو، طلع من الفرن كده يعني يرد الروح زي ما بيقولوها. خلصنا الخبيزة وكمية العيش كلها اهو. المنظر لسه بس معانا يطلع نص صينية. تحس ان العيش كده طالع يندي وطالع طازة طازة، ولا تقوليش بقى ليا اي على اي عيش زي العيش الفلاحي بتاعنا ده بتاع زمان. نزلنا تحت بقى، عملت برنجان وعملت بطاطس، هنعمل سلطة وفول طعمية. واللهم صل على النبي جبنا حاجة يوم عايزين الفطار دي. وكان عندنا فسيخ برضو، كان عندنا رنج، طلعنا ده وده وجمعنا بقى أحلى فطار.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم دعما يا رب ونعمها، يا رب دمها نعمة علينا وعلى أمة محمد جميعا يا رب. يا رب دمها نعمة يا رب. اللهم دمها نعمة يا رب علينا وعلى أمة محمد جميعا. أجمل الطعمية هي يعني هنعمل بقى الطعمية بالسمسم كده ونظبط الدنيا. اهو طلعت الرنجة، كنت مطلعها من قبل ما نطلع للخبيز، وما نزلنا لقيناها فكة. طبعا انتوا عارفين اني بسيح الرنجة، مش باكلها كده، انا لازم بحطها في ارضية الطاسة واسيحها، وبعد ما تتسيح شوية اقوم حاطة عليها ليمونة وعاملاها اهو طعمية. عملت على فكرة البطاطس وركنتين، وعملت البرنجان في حاجة تانية. عملت البرنجان في طاسة تانية، يعني انا عملت البطاطس الاول ورا منه الطعمية، وكنت عملت الفول، وعملت الرنجة مع تشيل اخر حاجة طعمية، وعملنا السلطة. بس احنا ما يعني حاولت انني ما اطولش الفيديو عليكم عشان الفيديو ما تطولش. وادي احنا جهزنا فطارنا اهو، احلى فطار. ربنا ما يحرمش من كل واحدة دخلت عيالها عليها يا رب، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها ايه يوم سعيد علينا وعليكم جميعا يا رب. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر وننزل لكم كل جديد، واي تغيير عندنا واي جديد في حياتنا ننزله لكم. يعني ما اقولش لكم بقى، وبإذن الله هتعلم يعني تكملة العيش الريح، هتعلم التكملة التانية عشان أنزل معاكم بيه. السلام عليكم.